وليد الركراكي هو لاعب كرة قدم مغربي سابق من مواليد 23 سبتمبر 1975 في مدينة كورباي إيسون فرنسا. كيدرب حاليا المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. خاض المدافع السابق وليد الركراكي مجموعة من التجارب في الدوريات الفرنسية والإسبانية ثم المغربية، وتفوقه الكبير جعله يفوز بجائزة أحسن مدافع في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، إضافة إلى حصد بطاقة الصعود إلى الدرجة الأولى رفقة نادي أجاكس. كيف ما خاض أكثر من 50 مباراة مع المنتخب الوطني المغربي، وفي سنة 2004 ساهم بشكل كبير في وصول منتخبه إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، بحيث نال جائزة أفضل مدافع في البطولة. وسنة 2007 توج اللاعب بجائزة أحسن مدافع مغربي. بعد ما نال شهادة تدريب، انتقل الركراكي في أول تجاربه الإشراف سنة 2014 على تدريب الفتح الرباطي، هذا النادي اللي عرف منح الوقت طويل للمدربين من أجل العمل نظرا لغياب الضغط الجماهيري، عكس أغلب النوادي المغربية اللي كتصارع دائما على تغيير الأطقم التقنية أثناء النكسات. دار وليد الركراكي مشروع كروي مع المسؤولين كيتضمن التنسيق مع كافة الفئات السنية. النادي بشراكة مع أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، أول عام ليه مع الفريق الرباطي، تمكن المدرب الشاب من التتويج بكأس المغرب المعروف بكأس العرش سنة 2014، ثم تمكن من الوصول إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي قبل أن يقصيه نادي الزمالك المصري بفارق الأهداف المتلقى داخل الميدان، علما أنهما تعادلوا في مباراة الذهاب والإياب. في سنة 2015 وصل الركراكي بفريقه مجددا إلى نهائي الكأس، لكن خسر في ضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وفي نفس الموسم حقق الركراكي إنجاز تاريخي بعد ما قاد الفتح للفوز بالدوري المغربي لأول مرة في التاريخ. في نفس العام تستقبل في القصر الملكي، حيث خدا المدرب وسام شرف على يد الملك. وفي السنة الموالية ظهر الفريق بشكل باهت، محتلا بالتالي المركز السابع، لكن الفريق في هذه السنة اعتمد بشكل أساسي على المشاركات الخارجية، خاصة بعد وصوله إلى الربع النهائي في كأس الاتحاد الإفريقي، وبعد المشاركة في البطولة العربية للأندية اللي ارتأى فيها المدرب إشراك فقط بعض الشباب والانتدابات الجديدة، في حين فضل إراحة بعض النجوم نظرا للضغط. من بين الألقاب اللي حاز عليها كلاعب هي الدوري الفرنسي الدرجة الثانية رفقة نادي أجاكس في 2002، وكأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المغربي سنة 2004، وأفضل مدافع بالدوري الفرنسي الدرجة الثانية 2002، وأفضل مدافع في كأس إفريقيا للأمم 2004، وأفضل مدافع مغربي سنة 2007. والألقاب اللي حاز عليها كمدرب هي كأس العرش سنة 2014، والدوري المغربي 2016، والدوري القطري في 2020، وجائزة الاتحاد المغربي كأفضل مدرب في الدوري المغربي 2022.